السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. روتين جديد ويوم جديد مليان برضا الرحمن، ربنا يرضى عنا وعنكم، اللهم امين. وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو صورناه مع بعض. معلش انا بتأخر عليكم شوية في الفيديوهات، ولكن والله العظيم غصب عني. انا يعني زي ما قلت لكم الفترة اللي فاتت كان في مشكلة في التليفون، اما حاليا ففي مشكلة في القناة، فهو ده اللي مأخرني عنكم. عملت روتينات كتير جدا وكان نفسي اصورها معاكم، عملت كحك العيد وكان نفسي اصوره معاكم، بس للاسف ما حلفنيش الحظ ان انا اقدر اصور وان انا اقدر اعرض الفيديوهات بتاعتي. زعلانه جدا جدا والله العظيم على تاخيري عليكم، زعلانه جدا ان انا عملت حاجات كتير من غيركم. وجودكم في حياتي بقى حاجة رسمية ان انا ما اقدرش استغنى عنها. بحب اشكركم على تعليقاتكم الحلوة وعلى سؤالكم عليا. بحب اقول لاي حد دخل القناة بتاعتي نورت قناتي وشرفتني، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. انا الحاجه الوحيده اللي انا مصبراني والله ان انا بدخل دايما على القناه وبلاقي ان في مشتركين جداد دخلوا في القناه. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي هي مصبراني على الزعل، ان انا مش قادره انزل لكم فيديوهات او اعرض لكم فيديوهات او اسجل لكم فيديوهات. انا يعني عامله زي المثل اللي بيقول بطلع من نقره اقع في تحضيره، فانا والله غصب عني. المشكله الاولانيه كانت في التليفون، اما المشكله التانية بقت في القناه. فانا اسفه جدا جدا على تاخير عليكم. نفسي منكم دعوه حلوه كده من قلوبكم الحلوه، الناس اللي بتتمنى لي الخير، ان ربنا يصلح الحال معايا وان الامور تتظبط وارجع زي الاول. النهارده بقى عندنا روتين بسيط كده زي ما انتم شايفين. انا كان عندي حبه اطباق كده من السحور، قلت بقى ايه اغسلهم معاكم الاول كده وبعد كده نبدا الفيديو بتاعنا. بس تعالوا قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، تعالوا نذكر الله ونكسب حسنتين ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين كده بدأت الأول بالمطبخ بتاعي. أول حاجة دخلت طبعا كان زي ما قلت لكم حبة أطباق من بتوع السحور، فقلت بقى كده أغسلهم الأول وأروق الحوض بتاعي وأظبطه زي ما اتعودنا مع بعض، وبعد كده نشوف فطارنا هيكون ايه. في الحقيقة الفيديو ده كان متصور معايا بقاله فترة، كان على التليفون، فقلت بقى طالما انا كده كده متاخره. وطبعا ان انا ما نزلتش فيديوهات كتير من زمان خالص، فانا بقى قلت اسجل الفيديو كده وانزله لكم، لان بصراحه انا مفتقداكم ومفتقده وجودي معاكم خالص خالص. وحشتوني جدا جدا جدا، تعليقاتكم الحلوه وحشتني، كلامكم الحلو في القناه وحشني. بقول لكم ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. خدت على وجودكم معايا، خدت طبعا اني اكون موجودة معاكم دايما، ولو حتى كل يومين ثلاثة فيديو، بس للأسف والله غصب عني. زي ما قلت لكم انا كده بطلع من مشكلة بتحط في مشكلة تانية، فسامحوني يعني. زي ما انتم شايفين بقى طبعا بدأنا الروتين بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم ان احنا ننظف بقى الحوض بتاعنا كده من الاطباق اللي كانت عليه، هي كانوا حبة اطباق زي ما قلت لكم من السحور. خلصنا بقى المواعين بتاعتنا وشطفنا بقى الحوض بتاعنا وغسلناه وظبطناه. كنت في الحقيقة كنت مطلعة لحمة كان عندي في الفريزر وكده وكنت نقعاها، غسلتها بقى كده وجيت بقى على البوتاجاز. هنا معايا حلة طبعا مفيش فيها اي دهون. كان عندي بقى حتة دهنة كده كانت جاية مع اللحمة بتاعتي، قطعتها قطع صغيرة كده وحطيتها في الحلة ونزلت عليها باللحمة، وههدي النار بقى عليها وهسيبها بقى تتشوح واحدة واحدة مع نفسها. جيت هنا بقى قلت بقى في الوقت اللي انا فاضية فيه دوت اعمل برضو العصير واحطه في التلاجة. خلاص الجو بدأ ان هو يحرر شوية، كل سنة وانتم طيبين. خلاص شم النسيم يعني احنا خلاص كان امبارح. ف يعني بدأنا نحس بقى بالحر والحر بدأ يعني ايه يبان يعني بشايره كده زي ما بنقول. فقلت بقى كده اعمل العصير بتاعي واحطه في التلاجة يسقع شوية. عملت هنا بقى تمر، كان معايا لتر من المية ونزلت عليه بحبة من السكر وطبعا 3 4 معالق من التمر وبقلبهم، وبعد كده بحطه في التلاجة بقى يسقع براحته. جيت هنا بقى كانت اللحمة بتاعتي خلاص اتشوحت زي ما انتم شايفين اهوت، وخلاص نزلت بقى كل الدهون اللي فيها اهي من غير ما احط اي دهون فيها. جيت هنا بقى كان معايا بصلة مقطعاها مكعبات، ومعايا كمان طماطمايه، ومعايا هنا ورقة من الماجي وورق لوري ونص معلقة من الفلفل الأسمر. هديلها بقى تقليبة كده وهسيبها بقى خلاص تستوي مع نفسها. طبعا الملح ما بنحطوش غير لما اللحمة يعني تبتدي تخش في السوا كده او نص سوا كده، عشان برضو تبقى واخدة درجة ملوحة.
جيت هنا بقى كنت هعمل رز معمر. كانت لينا بنتي طالباه مني. احنا بصراحة دلوقتي بناكل على مزاجها هي، يعني بنسألها هي نعمل ايه النهارده يا لينا. فهي بصراحة دايما بتروح عند ماما وبتحب الرز المعمر جدا، وكانت طالباه مني فقلت لها حاضر هعملهولك. معايا هنا بقى حوالي كوبايتين ونص من اللبن، من اللهم صل على النبي، من الرز. معايا هنا لتر من اللبن، يعني نقص حوالي نص كوبايه كده. معايا معلقتين من السمنه، ومعايا كمان معلقتين من قشطه اللبن او وش اللبن. يعني كنت بغلي اللبن وكده. كانت لينا بنتي ما بترضاش تشربه بالدهون بتاعته، فكنت دايما بشيل وش اللبن، فدايما عندي في التلاجة. فقلت بقى انزل بمعلقتين كده على الرز، بيدوله طعم جميل جدا ولون حلو قوي قوي. نزلت بقى بمعلقتين السمنه كده، وكمان معلقتين القشطه. ابتديت بقى اقلبهم كده مع اللبن بتاعي. معايا هنا معلقه من السكر ومعلقه من الملح. الملح تبع الرز اللي انت هتحطيه، يعني هتعملي اكتر من كده هتزودي ملح، هتعملي اقل من كده رز هتقللي طبعا الملح. هبتدي بقى اخده. كان طبعا كنت مولعه فرن البوتاجاز بتاعه زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى احط الرز بتاعي. في البداية بحطه على درجة حرارة عالية من تحت ومتوسطة من فوق. وبعد كده بهدي النار عليه أول ما بيشرب اللبن بتاعه. كنت هنا بقى كانت اللحمة بتاعتي خلاص بدأت تدخل في السوا اهوت. ابتديت بقى احط لها الملح طبعا عشان تستوي بقى بقية السوا بتاعها وهي في ملح. هديلها تقليبة كده بقى وهسيبها مع نفسها تكمل بقى السوا. هنا بقى خلاص كان خلاص المغرب هيأذن. ابتدينا بقى نجهز فطارنا على الطبلية. بصراحة الطبلية لينا هي اللي طالباها، لازم اطلع الطبلية لاني بصراحة كنت دايما ما بسيبهاش بره، يعني بحطها تحت السرير طالما انا مش محتاجاها، لان طبعا بتاخد مكان وكده. فكنت انا حطاها تحت السرير وكده مش محتاجاها مع يعني من الطلبات اللي انا مش محتاجها دايما. فحكمت بقى لا انا عاوزه يعني دايما تحبي تاكل على الترابيزه عاليه او حاجه عاليه. فقلت لها خلاص اطلعها الطبليه. ابتديت بقى كان خلاص الرز بتاعي طلع خلاص من الفرن زي ما انتم شايفين، وعملت بقى طبق السلطه، واللحمه بتاعتي خلاص كانت استوت. طبق الخضار طبعا اللي ما بقدرش استغنى عنه في سفره رمضان. ابتديت بقى اصب التمر بتاعي بقى في الكاسات زي ما انتم شايفين كده. كان خلاص بقى ساقع كده وبقى جميل. يا رب دايما دايما اكون ضيفه خفيفه عليكم وفيديوهاتي تعجبكم. لو انت اول مره تشوفيني يلا انزلي اضغطي على كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو ونوريني في عيلتي الصغيره، واضغطي على كلمه الكل عشان كل لما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار يا ست الكل. ولو انت متابعه معايا في القناه ما تحرمنيش من لمسه ايدك الحلوه على اللايك، عشان اللايك بيرفع من الفيديو وبيشجعني. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ويديمكم اللهم امين دايما نعمه في حياتي. زي ما انتم شايفين ده بقى كان فطارنا النهارده. كانت الرز المعمر طبعا واللحمه، وعملت طبعا زي ما قلت لكم السلطه وطبق الترشي. يا رب دايما اكون ضيفه خفيفه عليكم وفيديوهاتي تعجبكم. بحبكم في الله. صوما مقبولا وافطارا شهيا. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.